كلمني وقال لي انزل لي رايح نسهر. احنا قعدنا قدام الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 بام. السلام عليكم يا جماعة، عاملين ايه النهاردة؟ النهاردة بقى هنتكلم عن موضوع شاغل السوشيال ميديا كلها، سبب صداع لناس كتيرة قوي. بدلة محمد رمضان، ومش اي بدلة، دي بدلة فيها لمعة اكتر من الكريستالة اللي في فرح شعبي. الراجل نزل في حفلة لابس بدلة نصها مفتوح، والجزء التاني شكله معمول من ورق سيلفر مطلي دهب. اول ما دخل والموسيقى شغالة وهو بيرقص كأنه نازل في كليب يا جماعة مش في حفلة. في ناس قالت دي حرية شخصية، هو حر يلبس اللي هو عايزه، وناس تانية قالت هو كده بيبالغ وبيستفز الجمهور عشان يفضل نمبر 1 في الترند. بس السؤال هنا، هل محمد رمضان فعلا بقى بيركز اكتر على اللبس والاستعراض اكتر من الغنى، ولا دي طريقته انه يفضل دايما حديث الناس؟ بصراحة البدلة شكلها ينفع اعلان لمعجون اسنان، اللمعة اللي فيها. ويا ترى هل هو كان رايح حفلة ولا كان رايح يقدم عرض باليه في مسرح الشمس؟ وفي الاخر محمد رمضان عارف كويس قوي هو بيعمل ايه، وبيعرف يخلق حالة جدل تخليه دايما في الصورة. بس يا ترى انت شايف ان اللبس ده فعلا فن ولا مجرد وسيلة للترند؟ اكتب لنا رأيك في الكومنتات، وما تنساش اللايك والشير لو الفيديو عجبك، والسبسكرايب عشان يوصلك الجديد اول باول. والسلام.